السلام عليكم أعزائي المتابعين. كنتمنى منكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتدعمونا بلايك وبارطاج الفيديو. الشرطة الفرنسية كتستدعي الفتاة اللي اتهمت أشرف حكيمي بمحاولة الاغتصاب. قالت بأنه جات عنده للدار ديالو، بأنه حاول الاغتصاب ديالها مستعملا اليد ديالو، وأنها رفضات العلاقة معاه وحاول يغتصبها. الفرنسية قالت لها اعطيني التليفون وريني الميساجات الادله بانك كتعرفي هذا اللاعب وبانه قال لك جي عندي للدار. اعطاتهم الميساجات ولكن ماشي ميساجات كاملين، ممسوحين، مسحات شي ميساجات وخلات غير بعض الميساجات اللي بغات تبريهم لي. من داروا ليها مواجهه مع اشرف حكيمي طلبوا منه الميساجات اللي هضر معاهم، لقاو المحادثات ديال اشرف حكيمي كامله، الميساجات من الاول حتى الاخر، هي على العكس ديالها اللي عطيهم غير بعض الميساجات. المحامية ديال اشرف حكيمي طلبات من الشرطه ومن النيابه تحولها على الطب الشرعي باش يعرف واش فعلا تعرضات لاغتصاب او لا مجرد اشاعه، وطلبات منها دوز على الطب النفسي. الفتاة الفرنسيه رفضت الخضوع لأوامر النيابه العامه وما بغاتش تدوز للطب الشرعي وما بغاتش تمشي للخبرة، حيت عرفت بانها كذابة وعارفة ان هذاك الشيء غير ملفق، غير من جهات مدسوسة باش طيح بأشرف حكيمي. وحنا كاملين عارفين شكون هاد الجهات وشكون هاد الناس اللي كروها باش طيحوا وباش تحطموا وتحطم لهم مسيرته الكروية. الحمد لله الحقيقة قريبة تبان وبراءة أشرف حكيمي قريبة تبان. إخواني أخواتي، كنتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.